وعدنا لحضراتكم تاني برنامج صنع في مصر على قناة نور للإعلان، بث مباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. صنع في مصر يا جماعة، احنا اتكلمنا قبل كده في 3 4 حلقات ان برنامج صنع في مصر ازاي نشجع الصناعة المصرية ونفخر بالصناعة المصرية. زي ما قلنا، الورق اللي احنا بنستورده من بره اللي هو الورق بنستورده بالعملة الصعبة والخشب. فطبعا احنا يعني مصريين، احنا بنصنع الورق والخشب ده من ايام الفراعنة، يعني من 5000 سنة واحنا بنصنع الورق والخشب. فدلوقتي ان شاء الله يعني الخشب هو ايه؟ يعني الخشب اللي احنا بنزرع خشب، يعني بنزرع شجر ونقصه ويبقى ونشره يبقى خشب. اما الورق بيتصنع من القش اللي احنا بنولع فيه وبيعمل رب وبيبهدل الناس ده، احنا بنصنع منه الورق. يعني القش ده بيتاخد ويتحط في مكان كبير ويتطبخ، يعني يتغلى على مية نار، وبعد كده بيتفرد على طاولات وبياخد لون مواد كيماوية بيطلع أبيض، ويبقى ورق كرتون أو خشب أو ورق طباعة كرتون أو طباعة أبيض أو أصفر. هنطلع فاصل ونعود لحضراتكم تاني إن شاء الله. هنسمع ابتهالات الشيخ النقشبندي مولاي. ورجعنا لحضراتكم تاني. يعني برنامج صنع في مصر ان احنا نصنع الورق والخشب. الخشب بنزرعه وبعد كده بيبقى شجر ونشيله ونقطعه ونشرحه ويبقى كده خشب يا جماعه. ما نستوردش خشب بعمله صعبه وورق بعمله صعبه. ومصر بتصنعه من 5000 سنه، من ايام الفراعنه هم اللي صنعوا الخشب، وصنعوا اي صناعات في العالم هم الفراعنه اللي صنعوها. فاصل ونعود لحضراتكم تاني ان شاء الله.